طب قول لي يا باشمهندس عمرو، اتفضل. احنا دلوقتي معانا سؤال مهم قوي. اوكي. انت دلوقتي عرفتنا، او في السؤال اللي فات عرفتنا ايه الفرق ما بين العزل والمعالجه الصوتيه. اوكي. طيب هسألك سؤال بيتكرر معانا كتير برضو، ومن باب انا نفسي برضو عايز افهمه. اوكي. هو انا لازم اعالج بعد ما اعزل؟ بص، احنا هنرجع لنفس النقطة، وهي ان العزل منفصل عن المعالجة. لو تمام. انا استوديو يبقى لازم. امتى مش هعالج؟ لو انا بعزل من باب العزل الصوتي بس، زي ما قلنا انا مصنع او جهة ما عندها صوت دوشة جامد، لكن هم لا هيسجلوا ولا هيعملوا ميكسينج. تمام. خلاص. لكن لو انا استوديو، فالعزل دوره ان هيخلي صوتي كسبيكرز او استوديو مونيتور داخل المكان وما تطلعش بره، وهيخلي الصوت بتاع الشارع ما يدخليش جوه اثناء التسجيل. تمام. هعالج ليه بقى؟ علشان اقدر اسمع داخل الغرفة بتاعتي صح واسجل صح. تمام، يعني الموضوع معتمد على المكان اللي انا هعزله هو عباره عن ايه بالظبط، واحتياجي من العزل ده ايه. لو انا بتكلم على استوديو، فقولا واحدا لازم بعد ما اعزل اعمل معالجة صوتية. تمام جدا. سؤال بقى متعلق بنفس النقطه دي. اوكي. ايه الاصح، ان تبقى الغرفه معزوله اكتر ولا معالجه صوتيا بشكل ممتاز اكتر؟ طيب ممكن اجاوبك بس بشكل مختلف شويه. تعال أوكي. نقول هو انهي الاولى بالاهتمام. تمام. المعالجه الصوتيه في الجانب الخاص بالاستوديوهات هي الاولى بالاهتمام. يعني لو انا عزلت عزل كامل فصرفت مصاريف كبيره في العزل ده، تمام. وبعد كده ما عالجتش، فانا ما عملتش حاجه خالص، انا ما أوكي. زلت عندي نفس المشكله. تمام. لكن لو عزلت بقدر بسيط، وليكن عزلت شباك، عزلت باب، حاجات بسيطه، ولكن عملت معالجه صوتيه صحيحه داخل الغرفه، لا هقدر اسجل كويس جدا وهقدر اميكس كويس جدا. فبالتالي المعالجه الصوتيه في الجانب الخاص بالاستوديوهات هي الاولى بالاهتمام من العزل. تمام. يعني تمام؟ انا كروم دلوقتي، عشان احنا بتجيلنا الاسئله دي كتير. بالظبط. يعني معظم العملاء بيقولوا لنا احنا عايزين نعزل. اول حاجه اول طريق بتجه ليه هو موضوع العزل. اللي بالنسبه للعملاء ما بين العزل والمعالجه، هو في عملاء كتير بيبقى متخيل انه انا عايز اعزل دي يعني عايز اعمل استوديو. مظبوط. هو بقى كان معزول او كان معالج مش بقى عارف قوي التفاصيل دي. تمام. وده اللي احنا هنجتهد بكل طاقتنا في الفيديوز دي وفي بقيه الفيديوهات اللي احنا بنقدمها الفتره دي، ان احنا نبسط المعلومات ونوضح كل المعلومات، بحيث يبقى العميل مش بيشتري من باب انه انا اشتريت البانل دي وخلاص، لا هو عارف انه البانل دي هي اكتر حاجه مفيده ليه وهتطلع النتيجه اللي هو بيدور عليها. تمام جدا. تحب تضيف بالزبط. اي حاجه؟ لا انا تمام، شكرا. زي الفل. شكرا يا عمور حبيبي.